دايما بتطلع مع الناس في الشارع وبتسالهم النهارده جه دوري عشان اسالك. اتفضل اسال اي سؤال. اولا انت جيت فرنسا امتى؟ 4 سنين بالظبط، كمان 3 شهور يبقى 4 سنين بالظبط. حضرتك انا دايما كنت بشوفك بتعرج كده، ايه سبب الاصابه اللي في رجلك؟ عندي مشاكل عادي في ركبتي الاثنين. من مصر الاصابه دي ولا من هنا؟ لا من هنا، من فرنسا. طب سؤال لحضرتك دلوقتي، في ناس كتير معارضين ليك على النت ومش حابين محتواك، تحب تقول لهم ايه؟ انا بعمل اللي بحبه، ما يهمنيش راي الناس بصراحه. لا اهم حاجه الناس. لا مش اهم حاجه الناس، من عاش بمدح الناس مات بذمهم، وده مبدا ماشي بيه في حياتي. طالما لا اؤذي اي شخص على الاطلاق وما باذيش ديني ولا اخلاقي ولا عادات بلدي وتقاليد مصر، فانا بالنسبه لي انا حر فيما افعل طالما لا اضر احد. طب سؤال دلوقتي، ايه اللي بيخلي الناس تدخل في اللايف عند حضرتك وتشتم فيك وتسب فيك؟ ان لم يكن لك اعداء فاعلم انك لم تبدا طريق النجاح. كل طريق في الدنيا لازم تتحارب علشان تنجح. النبي صلى الله عليه وسلم يعني اهله كانوا هم اشد اعداء، فده خير مثال وقدوتنا هو النبي صلى الله عليه وسلم. يعني انت مكمل في محتواك؟ إيه حتى الموت ان شاء الله، مؤمن برساله هقدمها طالما بتعجبني انا وانا فخور بنفسي وانا عجباني، فما يهمنيش راي الناس نهائيا. اخر حاجه بفكر فيها الناس واول حاجه بفكر فيها ربنا سبحانه وتعالى. ونعم بالله. اللهم صل على النبي. كان عندي سؤال شخصي دلوقتي. اتفضل. انت اللهم صل على النبي، عندي سؤال شخصي دلوقتي. اتفضل. ما تسيبني اقول السؤال. سؤال شخصي بعد اذنك. اتفضل. دايما بتسال الناس اراك في الغربه واراك في فرنسا عامه، انت ايه رايك في الغربه وفي فرنسا عامه؟ اصعب حاجه بتاكل في عمر الانسان ووقت الانسان وحياه الانسان وطموحاته وكل حاجه ممكن تتخيلها هي الغربه. ده الدود اللي هياكل في عمرك، بس في منحه حلوه ليها، ان في اهلك كل راعي مسؤول عن رعيته. فده النجاح الحقيقي اللي فيها، ان بتعرف تعلم اولادك كويس، تعرف تعيش اهلك في مستوى كويس. دي ضريبه الحياه اللي لازم اي حد متغرب بيدفعها. الغربه مهما كان فيها فلوس، فنتمنى من ربنا نرجع على رجلنا، ما نرجعش الصناديق يعني. اخر سؤال عشان ما اطولش عليه. دلوقتي انت عشت في فرنسا 4 سنين. وبدايه حياتك كانت في مصر. فرنسا قدمت لك خير كتير، انتمائك لمصر ولا لفرنسا؟ للاثنين. مصر يا بلدي اللي في دمي، اللي في روحي، اللي في قلبي، فهي ام الدنيا اللي بفتخر بيها في كل مكان، ودايما اي حد بيسالني انت منين انا مصري. فرنسا البلد اللي جيت اكلت فيها عيش، اللي ديني امرني لما اكل عيش في مكان والبلد دي يكون لها فضل عليا لازم احترمها واخاف عليها واخاف على قانونها واخاف على نظامها، ولو لقيت حد بيأذيها ادعي ربنا ما حدش يأذيها، فبحب دي وبحب دي. عندك مشكله نزعل الكلام ده؟ ما عنديش اي مشكله يتزعل عندي. لا عندني. ما عنديش اي مشكله برضه. انا وانت واحد، مفيش مشكله. ما عنديش اي مشكله. يعني موافق؟ موافق جدا. نزيع يا باشا زيع. اتفقنا. فرصه سعيده يا استاذ حليم. شكرا جدا لحضرتك. يلا في رعايه الله.